السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديال تعقيم القراعي. كما كتشوفوا اول حاجة كناخذوا القراعي وكنغسلوهم بالماء والصابون، من بعد كناخذوا واحد الطنجرة كنديروا فيها الماء غليته من قبل كما كتشوفوا، من بعد كناخذوا الغطاء ديال القرعة وكنحاولوا اننا نحطوهم بهذا الشكل. من بعد كنحطوا عليهم القراعي بيدساج بهذه الطريقه. من بعد كنغطيو عليهم وكنديروهم فوق العافيه تكون مهيله لمده 10 دقائق. كما كتشوفوا هما بداو كيتعقموا لينا. كما كتشوفوا هما دابا تعقموا لينا. من بعد كناخذوا واحد السربيته تكون بيضاء، يعني سربيته فوطه اللي كتشرب الماء، كنحطوها فوق الطبله او فوق البوطاجي ديال الكوزينه. من بعد كنحطوا فيها القراعي كيف ما حطيناهم في الطنجره، كنحطوهم كذلك فوق السربيته. راهم سخان بزاف، حاولوا انكم تهزوهم بالورق ديال المطبخ ولا فوطه انهم سخونين، وكنحاولوا نحطوهم بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كذلك الغطاء حتى هو. كنحاولوا اننا نحطو حتى هو على فمه بهذه الطريقه. كيف ما المهم كيف ما حطيناهم في الطنجره كنحطوهم كذلك على الفوطه. كما كتشوفوا بهذه الطريقه، يعني عمليه بسيطه وسهله. كما كتشوفوا كيوليو بهذا الشكل. صافي وكنخليوهم حتى ينشفوا لينا مزيان. من بعد كنعمروهم باي حاجه بغيتيها ديال الترقاد. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نوريكم الطريقه ديال الحمض المرقد. كنتمنى هذه الفكره تعجبكم او الطريقه ديالي تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا جيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.